مقال في غاية الأهمية يشير إلى موضوع في غاية الخطورة، وهو الدين العالمي. شو المقال؟ مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية بتاريخ 21/9/2023 بعنوان 10 تريليونات دولار ديون إضافية في 6 أشهر، اقتصاد العالم في مأزق. طيب، ما هو الدين العالمي؟ هو مديونية الحكومات والشركات والأسر، يعني كل الديون اللي على وجه الكرة الأرضية. تمام. هل تعلم كم يبلغ الدين العالمي أو كم بلغه بناء على المقال؟ بلغ 307 تريليون دولار. للي مش متعود على التريليون، 307 تريليون تساوي 307 آلاف مليار دولار. وهذا إلى أي تاريخ؟ ارتفع الدين العالمي بمقدار 10 تريليون حتى نهاية الستة أشهر الأولى من هذا العام 2023، حتى وصل إلى 307 تريليون دولار. طيب، كم نسبة الدين العالمي من الناتج المحلي الإجمالي؟ الآن أصبح 336%، وهو رقم مخيف جدا. العالم مديون بأكثر من 3 أضعاف ما ينتج. راح تسألني العالم من مين بيقترض هذه المبالغ كلها؟ بقول لك سهلة، غالبا من الناس الغلابة، سواء كانت ودائع البنوك أو صناديق الاستثمار أو صناديق التقاعد أو الضمان الاجتماعي حول العالم، أو في بعض الحالات من دول غنية أو من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها. طيب، مديونية بقيمة 307 تريليون، هل تعتبر مبلغ كبير؟ حتى تعرف كبير ولا لا، بدك تقارنه مع الرقم قبل 60-70 سنة. وفقا لصندوق النقد الدولي، شوف كم كان الدين العالمي عام 1950، حوالي 100 تريليون. طبعا مع الارتفاعات الكبيرة على أسعار الفوائد عالميا، وخصوصا الفائدة الأمريكية والأوروبية، هذا الارتفاع ينذر بالخطر، لأن تكلفة خدمة هذا الدين ستكون مرتفعة جدا، ومن الممكن أن يؤدي إلى تخلف بعض المدينين عن السداد. أكيد بعض المدينين سيتخلفوا، لكن هل ممكن الجزء الحكومي منه يكون مخيف؟ وفقا لعداد الدين العالمي الحكومي، شوف كم تبلغ ديون الحكومات. هذا العداد تصدره مجلة الإيكونومست. تفضل شوفوا، هذا بث حي لحد تسجيل هذا الفيلم. الدين الحكومي حوالي 59 تريليون دولار، وشوف كيف بزيد بالثانية. راح أخلي لك إياه شوي وتشوف كيف بزيد.